انت تعرف في قصة غريبة جدا بيتحكى عنها لحد النهاردة. بس الأول اعمل لايك واشترك في القناة. بيقولوا إن في فرعون اتدفن وهو واقف. والله مش نايم زي أي بني آدم طبيعي، واقف جوه مقبرته وكأن لسه عايش. بيقولوا إنه كان فرعون متكبر لدرجة إنه قال حتى بعد موتي الناس تفضل تبصلي من تحت لفوق. وده السبب اللي خلى الكهنة يدفنوه واقف، عشان يفضل رمز للقوة للأبد. لكن لحد دلوقتي محدش عارف هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد أسطورة من آلاف السنين. بس المؤكد إن في مقبرة فيها حاجة مش طبيعية، وبتخلي أي حد يدخلها يطلع وهو مش هو. في بعثة أثرية دهلت المقبرة اللي بيقولوا إنها بتاعة الفرعون ده. بس الغريب إن الصور اللي خرجت منها ما كانتش واضحة، وناس كتير قالوا إنها اتحذفت من الإنترنت بعد ساعات. هل فعلا كان في حاجة لازم ما نشوفهاش؟ بس لو فعلا اتدفن وهو واقف، يبقى السؤال الحقيقي هو واقف ليه؟ وبيستني مين؟